السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ما تنسوش تضغطوا على زر الإعجاب وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. رمضان راهو قرب، وكما كل عام كاين ظاهرة لفتت انتباهي، انه نساء ولا تتجمد الماكلة قبل رمضان. يجمدوا البراك والخضر وبزاف من المأكولات باش ما يقعدوش يطيبوا كل يوم. اليوم حبيت نحكي لكم علاش هذه الظاهرة راهي قاعدة تنتشر، وش هي المخاطر اللي ممكن تجيبها. خليكم معايا وانتبهوا مليح. السبب الأول إنه الناس يحبوا يوفروا الوقت خلال رمضان، وما يحبوش يقعدوا يطيبوا كل يوم. السبب الثاني ارتفاع الأسعار قبل رمضان، بعض العائلات تحب تشتري كميات كبيرة وتخزنها. أما السبب الثالث إنه نساء يحبوا يوجدوا البوراك والخضر والماكلة التقليدية مسبقا باش تسهل عليهم الخدمة في رمضان. الماكلة المجمدة ممكن تفسد إذا ما كانتش مخزنة مليح. الفيروسات والبكتيريا يقدروا يتطوروا ويسببوا لنا مشاكل صحية. الطعم والجودة ممكن تتبدل بعد التجميد الطويل. نصيحة: إذا حبيت تجمد ديرها بطريقة صحيحة وراقب الحرارة والوقت، وحاول ديما تشري كميات معقولة وما تكثرش التجهيزات الكبيرة اللي تخلي الماكلة تضيع. في الأخير التجربة والتخزين لازم يكونوا بعقلانية. رمضان راهو شهر الخير والصحة، ماشي شهر المخاطر. شاركوا هذا الفيديو مع العائلة والصحاب باش كامل يكون واعي، وما تنسوش تديروا لايك وتشتركوا في القناة باش نوصلوا المعلومة لكل جزائري. رمضان كريم مسبق عليكم.